قلت اريح شويه. انا في شارع قريب من ال90 في التجمع، وكان عندي اجتماع، وبعد الاجتماع بقالي نص ساعه بدور على العربيه بتاعتي. ليه بدور على العربيه بتاعتي؟ لان مفيش ولا عماره ولا مبنى في كل المباني المعموله في التجمع فيها جراجات. مفيش جراج، رغم ان في العالم كله اي عماره عشان تاخد ترخيص اساسا لازم تحتاج جراجات تكفي عدد العربيات الناس اللي جايه. وفي اراضي فاضيه كتيره جدا بس مش معموله جراجات، ولو اتعملت جراجات هيبقى دورين وثلاثه واربعه. كان راجل محترم جدا كنت قاعد معاه، سي او شركه جميله جدا من شويه، قال لي الارض اللي جنبنا دي لو سمحوا لنا نعملها جراجات، يعني ثلاث اربع ادوار كده طوابق فوق بعض، غالبا هنجيب مرتبات الشركه سنين طويله بعد كده. طب ليه ما بنعملش جراجات يا جماعه؟ وانا عايز اقول لك انا في الشارع ده رايح جاي عمال بدور على عربيه، في ناس كانت بتلف حواليا زي الملاهي، لا 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 عمال بيدور على اي مكان يركن فيه، مفيش اي مكان تركن فيها خالص. وبعدين على بال ما تيجي تركن في مكان تلاقي يطلع لك فورا حد كده من حيث لا تعلم، راح مطلع لك كده طوبه، قال لك لا المكان ده محجوز لفلان الفلاني، تعالى هركن لك بس سيب مفاتيح. الحوارات بتاعت زمان انا فاكر دي كانت ايام الجامعه من سنين طويله جدا. فانا ماشي في الشارع ده بقى عمال بدور على العربيه بتاعتي، مش فاكر ركنتها فين، وعربيات صف تاني وتاسع وعاشر وكل حاجه. وفي ناس بقى قابلتها كذا مره بدات تاخد عليهم تصاحبنا وكلام من ده. ممكن يا جماعه نطبق اي قانون، اي قانون. طب اللي فات خلاص، اللي فات مات زي ما بيقولوا. ممكن نعمل العمارات الجديده في اي مكان نعملها فيها جراجات عشان نعرف بس نعيش حياه طبيعيه، بدل ما احنا نص وقتنا انا بعمل في الاجتماع بخلصه في نص ساعه، الركن قبل ساعه وبعده ساعه، وعشان تدور العربيه دي حاجه اضافيه كمان يعني. دعواتكم بقى اعرف الاقي العربيه ان شاء الله. طمنوا عليا في اخر اليوم، خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش اي حد غريب خصوصا النهارده، يعني ربنا يهديه على خير ان شاء الله.